في حاجه كده بصراحه دي بالنسبه لي طرح ليه علاقه بالناس اللي في سني او في المنطقه بتاعتي كده، اللي هم نص الثلاثينات. الفرق في الضحك والهزار بين لما كنا صغيرين وبين دلوقتي. عارفين كده فكره كوميديا الموقف وكوميديا الافيه؟ انا بشوف ان هزارك طول ما انت صغير هو كوميديا افيه. صغير بقى وعايز تبقى روش كده وعايز تلفت نظر الناس، صوتك عالي وانت قاعد في كافيه بتتكلم باداء افيهات الافلام وانت جايبها من اول درج كده ما فيهاش بذل مجهود. يعني نكبر بقى والحياه كلها تتحول لكوميديا مواقف، بتبتدي ان انت تضحك على نفسك اصلا. ودي اعتقد من اجمل الشخصيات اللي ممكن تعرفها في حياتك، الناس اللي بتتريق على نفسها. ان انت لو اتكعبلت مش محرج ان حد يشوفك، لا انت بتضحك على اللقطه عادي جدا. انك لو نزلتي مع عريس بخيل ما بترجعيش تحكي دي انها مأساة، بتحكي الحدوته كده انها موقف درامي، وتبتدي بقى تسرديه في صوره اللي هو تخيلي يا بنتي كنا قاعدين ونزلت الحاجه وبص في المنيو. خلاص بنكون وصلنا بقى للحاله بتاعت انه دقت على الراس طبول، اللي هو الضحك مش محتاج ان انت تقول افيه يضحك، هو حياتي كلها على بعض بقت افيه كبير بيضحك. معرفش بصراحه انا بس اللي حاسه كده ولا ناس كتير معايا، هشوف بقى من الرياكشنز يعني او هشوف من الكومنتس اللي حضراتكم هتكتبوها. بس انا شخصيا كآية واحده من الناس حياتي كلها كوميديا موقف. يعني منين ما هتقابلني هتلاقي ان انا على طول بحكي الحاجه في صوره حدوته كوميديه ممكن يكون فيها منتهى البؤس. ان انا مثلا ما كانش معايا فلوس وفجاه اتحطيت في موقف ان لازم حالا يكون معايا فيه كاش، ان وانا في خروجه مهمه جدا وانا لسه نازله من العربيه حاجه في هدومي تتقطع، فادخل المكان بدل ما انا محرجه ادخل وانا عمال احكي الحدوته للاخرين. خلاص هي ما بقتش حاجه بالنسبه لي تضحك، هي بقت يعني سخريه الحياه بشكل عام. في بعد تاني بقى في الطرح ده عميق وفلسفي وممكن ناخده كده برضو من وجهه نظر، هو ان الاشخاص اللي بتاخد اغلب الامور بزوايا فيها خفه كده وزوايا كوميديه هي ناس دماغها مرتاحه، هي ناس متصالحه مع نفسها. ده مش معناه اطلاقا ان الشخص يكون تافه ويكون مش عارف يقيم المواقف وعارف ان لكل مقام مقال. اكيد ما اقصدش الحد السايب طول الوقت كده اللي مش عارف يظبط الايقاع بتاعه، انا اقصد الناس اللي قادره تخفف على نفسها الحياه. واعتقد يعني الجيل الوسط اللي انا انتمي ليه ومتعاطفه معاه جدا من كل اللي شفناه في حياتنا، يعني ان هو بنسبه كبيره ده واحد من حلوله انه يعرف يعيش الدنيا، ان اغلب حكايات حياته تتحول لكوميديا موقف احنا بنحكيها من باب السخريه، ما عندناش حلول تانية. انا حسيت بصراحه ان ده فيديو عايزه اعمله كاني بفضفض كده بصوت عالي مع كل الناس اللي من سني او في نفس المدار كده. فلو حد حس ان هو اتفق معايا في اللي بقوله ده يبقى شيء كويس جدا. لو حسيت انك عايز تشاركه مع اصدقائك اللي بيعيشوا نفس الاحساس فياريت جدا تعمل لهم منشن في الكومنتات.